بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وبسعادة. كل عام وحضراتكم طيبين. هنحضر ان شاء الله مع بعض النهاردة القراقيش السادة في الصاج الواحد. انسي انها تكون طرية معاكي، وهنعرف التكات والتفاصيل بالجرام وبالكوباية والتسوية المظبوطة. هنتكلم عن أدق التفاصيل عشان تطلع معاكي مظبوطة، وهنقول ايه أسباب إن هي ممكن تطلع معاكي طريقة عشان نتجنبها وتطلع معاكي مقرمشة ودايبة وهشة وخفيفة، وتطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده. بس أول حاجة هنتابع الفيديو للآخر، وهنحط لايك للفيديو. ولو أول مرة تشوفوا قناتي هيكون لي الشرف إنكم تشتركوا لي فيها، وهندخل الفيديو على طول. في طبق هضيف ربع كوباية من المية الدافية ما يعادل 50 جرام، وهضيف على المية معلقتين سكر ما يعادل 40 جرام، وهضيف معلقة خميرة فورية ما يعادل 10 جرام، وهبدأ أقلب كويس لحد ما تعمل فقاعات معايا وأتأكد إن الخميرة نشطة. هركنها طبعا على جنب لمدة 5 دقايق، وهنشوف الخطوة اللي بعد كده إيه. في طبق عميق يا جماعة هبدأ أنزل بكيلو إلا ربع من الدقيق متعدد الاستخدامات، ما يعادل 6 أكواب بمج الشاي العادي. تمام مع بعض؟ تمام. وأنزل كمان بنص معلقة ملح ما يعادل 3 جرام. هبدأ أنزل كمان بمعلقتين سمسم كبار ما يعادل 20 جرام، وأقلب كويس. لو حابة تضيفي ينسون أو شمر ممكن تحمصيه وتضيفيه على الدقيق، وبلاش يكون مطحون لأنه بيغير من لونه وطعم القراقيش معاكي. تمام مع بعض؟ تمام. بضيف كوباية من السمنة ما يعادل 200 جرام، وتلت كوباية من الزيت ما يعادل 65 جرام، وابدأ أبس الدقيق بالسمنة كويس قوي. وطبعا انت ممكن تستخدمي اي نوع سمنة متوفر عندك وبتفضليه، ان كانت مخلوطة او بلدي. تمام. هبدأ ان انا اقلب الدقيق لحد ما يتوه معايا السمنة بالدقيق كويس قوي، وهبدأ ان انا اشيل الاسباتولا خالص، وهبدأ ابس بايدي السمنة بالدقيق كويس قوي. تمام. عملية البس دي مهمة جدا يا جماعة. لازم تبسي السمنة بالدقيق الأول علشان خاطر اللي تطلع معاكي خفيفة وهشة. طبعا بعد ما خلصت بس السمنة بالدقيق هبدأ أضيف الخميرة بتاعتي. طبعا الخميرة تركناها حوالي 5 دقايق، اتأكدنا ان الخميرة نشطة بقت تمام معايا. ببدأ أنزل بيها على العجينة بتاعتي، وبعد ما نزلت بالخميرة بتاعتي هعجنها كويس بالعجينة. تمام. أعجن كويس قوي، وطبعا هي هتكون مفرولة لأنها لسه ما أخدتش المقدار الكافي من السوائل. لسه هي محتاجة طبعا سوائل علشان تديني المقدار الكويس بتاعها، أو تديني القوام الكويس بتاعها. ومعايا طبعا أنا كمان كوباية إلا ربع من اللبن، وممكن تستخدمي مية ما تستخدميش لبن خالص، لأن اللبن يا جماعة بيخلي لها عمر قصدي المية بتخلي لها عمر أطول، خصوصا لو كنا في فصل الصيف. وطبعًا لازم تخلّي نسبة السوائل مضبوطة عشان ما تطلعش معاكِ طرية، اللي بيضبّط القراقيش يا جماعة السوائل. لو أنتِ كتّرتِ في السوائل زيادة عن اللزوم هتطلع معاكِ طرية، لازم تدّيها حقّها المضبوط. أنا بانزل باللبن بتاعي تدريجيًا، ما بانزلش بيه مرّة واحدة، علشان أشوف قوام العجينة في إيدي، علشان زي ما أنا ما قُلت لكم لازم أضبّط السوائل كويس جدًا علشان ما تطلعش معايا طرية خالص. تمام؟ تمام. نزلت باللبن تدريجيًا، وطبعًا العجينة في إيدي فأنا لامساها، فباشوف العجينة محتاجة سوائل قد إيه. العجينة بتكون يا جماعة مش ناعمة خالص، لأ بتكون مفرولة شوية معايا، وبتفتح شوية معايا كمان، علشان لمّا أدخّلها الفرن تطلع مقرمشة وناشفة معايا، وفي نفس الوقت بتبقى دايبة. نزلت بكمية اللبن بتاعتي وأنا مش هاحتاج لبن تاني، فاضل معايا معلقة. أنا كده يعني هامسك العجينة في إيدي أحس إن هي خلاص ما عادتش محتاجة سوايل تاني، بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. تمام. خلاص كده أنا اكتفيت بكمية السوائل بتاعتي، وهاوريها لكم دلوقتي من قلبها. بصوا شكلها بيكون إيه، بصوا تضغطي عليها بإيدك على الرغم إن هي مفرولة شوية. بصوا أنا هوريكم قلبها بيبقى مفرول، وبتبقى بتتقطع معايا ملهاش عرق زي ما أنتم عارفين يعني كده، بتكون مفرولة وبتتقطع كده، هي كده مظبوطة، وأخدت اللبن كله
كوباية إلا ربع ما عدا معلقة، وبلمها واتركها ترتاح ربع ساعة تخمر نص تخميرة كده. وطبعا بعد ما تركتها خمرت نص تخميرة كده، أخدتها وهجيب الصاج بتاعي. أنا معايا صاج 30 في 40 يا جماعة، وأخدها وأفردها في الصاج. الصاج مش بيكون مدهون أي حاجة عشان هي فيها مواد دهنية كافية يعني. طبعا ببدأ أفردها بإيدي في قلب الصاج في الأول، وبعدين بالنشابة. بعد ما فردتها بإيدي شوية كده في قلب الصاج، هبدأ أفردها بالنشابة كويس لحد ما أملى بيها الصاج كله. تمام. وباحاول أخلّيها متساوية، مش يكون جنب تخين وجنب رقيق. وأقطّعها طبعًا بعد ما باخلّصها كده هاقطّعها مقاس مضبوط برضه، بس بعد ما نخلّصها فرد في الصاج بتاعي. طبعًا يا جماعة بالنشّابة وامشي كده. طبعًا النشّابة بتنعّمها، بتخلّي السطح بتاعها أملس وناعم، وفي نفس اللحظة بتفردها معايا مضبوطة جدًا. بافرد بإيدي وباضبّط الجوانب، ما باخلّيش جنب عالي ولا جنب واطي. لا خلّي ولا جنب رقيّق ولا جنب تخين، ضبّطي بإيدِك. وطبعًا الفرد بالنشّابة زي ما أنا قُلت لكم بيخلّي السطح بتاعها أملس وناعم. تمام، تمام مع بعض. بعد ما خلّصتها هابدأ أجيب سكينة حامية تكون كويسة معاكِ، وأقطّعها المقاس اللي أنتِ بتفضّليه، عاوزاها عريضة أو رفيّعة، حسب ما تحبّي. قطّعي طبعًا. هنقطّع بالطول الأول، وبعدين دلوقتي هنبدأ نقطّع بالعرض. تمام، تمام مع بعض. قطّعي بقى، عايزة تقطّعيها عريضة شوية براحتك، عايزة تقطّعيها رفيّعة عن كده براحتك، يعني إيه، حسب ما أنتِ بتحبّي. كده إحنا عملناها في الصاج الواحد أوفر بكتير من إننا كنا بنعملها ونقطّع ونرجع كده في الصاج كده إيه، تمام معايا وكده دُفعة واحدة كده مُريحة. هابدأ إن أنا أقطّع بالعرض برضه. قطّعيها بقى صوابع طويلة، صوابع قصيّرة حسب ما تحبّي، بس هي بتبقى الطويلة دي كويسة في السقسقة لمّا تكوني هتشربي بيها أي مشروب أنتِ إيه، هتشربيها بيه. طبعًا بعد ما خلّصتها هاتركها تخمر كمان مرّة حوالي ساعة إلا ربع، حسب درجة الحرارة. لو أنتِ في الصيف هتاخد معاكِ حوالي نُص ساعة أو ساعة إلا ربع، لو في الشتا هتاخد معاكِ ساعة. تمام. وبعد ما اختمرت هاسخّن الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 أو متوسطة، وباحط الصاج على الرف التاني من تحت، وباهدّي الحرارة على 160، وباديّر الصاج كل 5 دقايق. ولمّا تاخد لون طبعًا معايا من تحت، باشغّل طبعًا الشواية لمّا تاخد لون من فوق. وطبعًا لحد ما تدّيني اللون المضبوط، اللون اللي أنتِ هتشوفيه دلوقتي معايا. وأول لمّا بتاخد اللون المضبوط باطلّعها من الفرن على طول. هتحسّي أول ما طبعًا من الفرن إنها إيه، إنها بتكون طرية شوية. تمام. طبعًا بعد ما أخدت معايا اللون المضبوط بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، هابدأ إن أنا أخرّجها من الفرن على طول. بعد ما أخرّجها من الفرن زي ما أنا قُلت لكم دلوقتي، بتحسّي إن هي طرية شوية، بس لمّا بتتعرّض للهوا هتبقى مقرمشة معاكِ، وأخدت تسوية حوالي ساعة. وده شكلها ما شاء الله هشة ومقرمشة وخفيفة، والتسوية مضبوطة ودايبة جدًا. وأنا باورّيكم أهوّة، بُصّوا القاع بتاعها من تحت تسويته ممتازة، ومن فوق تسويتها ممتازة. وطبعًا أتمنى إنكم تجرّبوها. أنا خلّصت الفيديو بتاعي يا جماعة، ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تحطّوا لايك للفيديو عشان يرتفع، اللي لسه ما اشتركليش في القناة ينزل يشترك لي، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مننا كل جديد.